تعالوا ارسموا معايا في كتاب الافكار. النهارده هنرسم your dream bed او my dream bed، اللي هو يعني سرير احلامي يعني. قبل ما نبدا كده هاتوا ادواتكم وتعالوا ارسموا معايا. ولا احنا مش اصحاب ولا ايه؟ ولا هتسيبوني ارسم لوحدي؟ ولا مش فاهمه، انا بجد مش فاهمه. طبعا كما عودناكم اعزائي المشاهدين، الرسمه بتبقى قمه في العشوائيه، قمه في العشوائيه، وفي الاخر بتطلع شكلها كويس، معرفش ازاي يعني. سبحان الله سبحان الله. المهم انا عملت كام شخبوطه كده في الورقه قبل ما ابدا بقلم رصاص، وبعد كده ابتديت بقى الون. استخدمت بقى في الرسمه دي الوان جواش، وهي نوعي المفضل من الالوان بجد بجد، علشان بتسمح لي ان انا الغوص براحتي كده، اللي هو بحس ان انا بعوم في قلب الالوان بجد. المهم انا عملت لون اسود على ازرق على ابيض، اداني اللون الكحلي الغريب ده، وبعد كده لون رمادي، وبعد كده السما بقى. انا نسيت اقول لكم، انا عملت شباك كده بيبص على الغروب والشروق والكلام ده، فانا عايزه السما تكون كده لونها بينك في موف في ازرق معرفش. بعد كده بدات احدد السرير، وده الى حد ما اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. بعد كده بقى هرسم باقي السرير. حطيت اصفر على ازرق على ابيض على اسود، وانا مش فاهمه ليه. حد هيجي يسالني ايه اختيار الالوان اللي يقرف ده يا فنانه، هقول له مالكش دعوه، ارسم وانت ساكت. لا بجد انا مش عارفه يعني انا بختار الالوان على اساس ايه، بس على اساس يعني ولا حاجه الصراحه. بعد كده بقى حبيت احط شويه انوار فيري لايتس كده على السرير، ومنظر بقى الشمس وهي بتطلع لسه منظر الشروق يعني. وباللون الاسود بقى قعدت اعمل كده شويه حاجات تبان ان هي ورق شجر او ظل ورق شجر، وده شكل الرسمه لحد دلوقتي. بعد كده بفتح العلبه السحريه اللي هي علبه اللون الابيض، وببتدي بقى اقطع لون ابيض في كل حته علشان يديني شكل كويس في الاخر، وبس كده.